هو اخويا اتولد ازاي؟ طب انا اتولدت منين؟ خلينا نتفق الاول ان اجاباتنا المقنعه للطفل بتختلف على حسب سنه. فالاجابه اللي هنجاوبها للطفل في سن الحضانه ويفهمها على حسب سنه تختلف عن الطفل اللي في سن الابتدائي، عن الطفل اللي في سن الاعدادي، عن المراهق. وفي الحلقه دي هنتعلم الاجابه بشكل مناسب على سؤال هو اخويا اتولد ازاي. اول حاجه هنستعين بالتكاثر في النبات. مثلا هنجيب برطمان او طبق ونطلب من الطفل يحط فيه قطعه قطنه ونحط فوقيها بذر الحلبه ونحطها على الشباك. وتاني يوم الام تخلي الطفل يبص على بذور الحلبه ويشوف الساق وهي بتتكون. وهنا هشرح له التكاثر من خلال بذور الحلبه وازاي بيحصل عمليه النمو من لما كانت بذره لغايه ما كونت ساق واوراق. فلو كان عمر ابنك من سن 3 ل 4 سنين بتقولي له بذور الحلبه دي عامله زي اخوك بالظبط. او انت وانت صغير كنت عبارة عن بذرة حلبة في بطن ماما، وبعد كده بدأت تكبر شوية وخرجت من بطن ماما زي ما الساق قدرت انها تخرج من بذرة الحلبة. ممكن برضه هنا يسألك طب انا خرجت من بطنك ازاي؟ هنا هنقوله ببساطة وعلى حسب سنه ان ماما راحت للدكتور وفتح بطنها عشان يطلع اخوك او يطلعك وانت صغير. وفي الحلقة الجاية هنتعلم الإجابة على نفس السؤال بس بعمر أكبر شوية من 6 سنين فيما فوق. أشوفكم في الحلقة الجاية.